سيريا مساء الخير، ميشيل معك، كيف اقدر اساعدك؟ الو الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معي بالله؟ معك ميشيل، كيف بقدر لك اساعدك؟ يا ميشيل. اهلا وسهلا. انت بخير؟ وانت بخير يا ان رب. شاء الله السنه الجايه بكون حقق كل امنياتك يا ميشيل. شكرا لك، كلك ذوق. الله يخليك يا ميشيل. شو اخبارك عمي؟ ان شاء الله بخير. الحمد الله لله. يسلمك يا رب. شو الاهل تمام الحمد لله؟ نشكر الله. بتحب اساعدك باي شيء استاذ؟ استاذ سؤال نسالك، قد صار على الخط؟ 9000 ليرة يا استاذ. طاعنا شوي يا زلمه، عم بيقولوا ب 3800. الخط بالشركة يا استاذ حقه 9000 ليرة. طيب شو عم بيقولوا عند موظفين ب 3800 يا عمي؟ استاذ هو بالشركة أيوة. حقه 9000 ليرة. خلص بس انت خدني شوي بحنك، فهم علي. بجوز استاذ انا عرض تو رحت عند الموزعين. واحد موزع، اشترينا واحد ب 3800. يعني نعم. معقول هذا الموزع مجنون عم يخسر؟ استاذ هو بجوز يكون عرض موزعين، عرفت كيف؟ عرض موزعين 4 5000 ورقه الخط، معناتها الموزعين شو عم يربحوا؟ الو، معك انا استاذ. شو رايك انت بهالموضوع هذا؟ استاذ هو عرض موزعين بيكون، نحن ما لنا علاقة فيه. يعني انتم ما طلع معكم فرمان نزل الاسعار؟ بيكون انعطى عرض للموزعين، هن تصرفوا فيها على كيفهم استاذ. ايوه، والزبون بيقع بين الرجلين بهيك حالة، مو هيك؟ عفوا استاذ. يعني الزبون بهيك يروح ضحية بينك وبين الموزع. طيب لا سؤال أستاذ، ثاني. الزبون دائما على العين والراس. سؤال ثاني، صحيحكم تنزلوا الرسم؟ لا استاذ، ما في هيك شيء مبدئيا. والدقيقة؟ وحتى الدقيقة، بس كل هاي الامور في لها دراسة، يعني ان شاء الله بخطط قريبة بتكون محققة. يعني ان شاء الله على راس السنة هي ولا السنة الجاية بقى على 2006؟ يعني هي كلها هي احتمالات، نحن ما بنعرف، بس أيوة. ان شاء الله بتتحقق. ما في شيء عنا يعني معناتها ما بدنا مؤكد. غير الدعاء والسلوان الى الله انه تحقق الاحتمالات. ان شاء الله بتتحقق يعني أستاذ. ان شاء الله. يعني نحن ما بنعرف بصراحة عن الموضوع. ايوه. طيب بس سؤال طبعا كل شخصي. هاي ممكن الامور أسألك سؤال كل هاي شخصي؟ الامور قيد الدراسة استاذ. ممكن اسالك سؤال شخصي ولا ما ممكن؟ تفضل استاذ. حضرتك وين سهران بكره؟ انا سهران هون بالشغل استاذ. بالشغل بالشركة؟ نعم. يا سيدي الله ان شاء الله يعطيك العافية، والله انت ما عندك انسان مكافح يا استاذ ميشيل. كل عام وانت بخير يا رب ويعافيك كمان. وشكرا جزيلا لك ويا جهودك المضاعفة. اهلا وسهلا عليه استاذ. السلام. بتحب ساعدك باي شيء ثاني؟ انا كمان بتحب يعني انت غمرت ساعدك بحنانك باي شيء أنت. ثاني استاذ؟ الله ان شاء الله يعطيك العافية. بتحب نحن نساعدك باي شيء؟ يعني غمرتنا بحنانك والله. شكرا لاتصالك استاذ، كلك ذوق. شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا. يا هلا بك.